السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. موعد مباراة الزمالك القادمة وفيوتشر بالدور المصري والقناة الناقلة. أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي في ربع نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي من أجل خوض مباراة جديدة بالدور المصري أمام فيوتشر. ويبحث الزمالك الفوز على فيوتشر بالدوري ليواصل مسلسل انتصاراته بعدما فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة السابقة بالدوري. وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون بعدما تمكن من تحويل مباراته ضد المقاولون إلى حفلة أهداف، وانتهت المباراة بفوز الزمالك على المقاولين ب6 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر. ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التي حدثت طوال 90 دقيقة من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل في المرحلة القادمة ليصحح مسار الزمالك في المسابقة المحلية. ويحرص كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق فيوتشر خلال اليومين الماضيين لمعرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة التي تجمعهما يوم السبت القادم. وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريعة والتمركز الجيد داخل الملعب. ويدرس كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري لتقييمهم بشكل نهائي قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق. على الجانب الآخر يستأنف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر تدريباته استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، وكان فيوتشر قد تعادل مؤخرا مع النادي الأهلي سلبيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 المؤجلة من الدوري. وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة. ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم. يستعين الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر بالمباريات السابقة لنادي الزمالك، وآخرها مواجهة المقاولون في ربع نهائي كأس مصر، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض والتعرف على خطة الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين فيوتشر والزمالك بالدوري. ويدخل نادي الزمالك مباراة فيوتشر وهو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعد أن لعب 31 لقاء، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 7 لقاءات، وأحرز لاعبوه 46 هدف، وسكنت شباكه 28 هدف. ويسعى نادي الزمالك للفوز على فيوتشر ليواصل مسلسل الانتصارات بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة السابقة. على الجانب الآخر يدخل فريق فيوتشر مباراة الزمالك وهو في المركز الثالث برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 32 لقاء، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 13 لقاء، وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 32 هدف، وسكنت شباكه 19 هدف. ويأمل نادي فيوتشر الفوز على الزمالك
ليعوض تعادله بدون أهداف أمام الأهلي في الجولة السابقة، ليظل في المركز الثالث في جدول الدوري. ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدور المصري في المباراة المقرر لها 9 مساء السبت القادم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفيوتشر بالدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. أتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم، وشكرا على حسن مشاهدتكم. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.